السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. الرومي بتاعنا النهاردة كامل 15 يوم، فإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل له أكل جميل جدا جدا. هنبدأ بقى إن احنا نوفر ونوفر ونوفر، وفي نفس الوقت نخلي الرومي صحته حلوة، مناعته في السماء، وربنا يبارك يا رب كده فيه، وما يكونش فيه اي امراض باذن الله. كل ما كانت مناعة الرومي قوية وعالية كل ما كان قدر يقاوم، لان مشكلة الرومي الوحيدة ان مناعته ضعيفة. اما اما اكل، فالرومي ما بياكلش، اكله ضعيف خالص. ما بيكلفكيش كتير. ما بيبدأش ياكل وتحس ان هو اكل فعلا وكده الا لما بعد عمر 3 شهور، يعني لما بيبقى عنده 3 شهور. النهاردة هنعمل لهم وصفة بقى هنمشي عليها من النهاردة لحد الذبح، لحد عمر الذبح. هنعمل كمان عليها حاجات زيادة علشان هما لسه صغيرين، واحنا عايزين يعني نأسسهم. احنا بنأسس الرومي الشهر الأولاني كله، يعني هندلع الرومي شهر بحاله دونا عن كل الطيور، عشان خاطر ايه الضعف بتاعه. الكتكوت الأسمر اللي انتوا شفتوه جه لوحده ده كان تحت البطة وخرج كده يعني. كنت حطاه تحت البطة، فكنت حطاه من البداية عشان البطة أول مرة ترقد، بطة مسكوفي، فكنت عايزاها تتعود على شكل بيضة الفراخ. فحطيت لها مع أول بيضتها بيضة فراخ. تمام. ولما جيت أفرز البيض لقيت البيضة فيها جنين، فاستحرمت إن أنا أشيلها. هما كانوا بيضتين، فطلع واحد كتكوت اهو الأسمر الصغنن ده، والتاني ميت، يعني طلع ميت ماشي. فاوديه فين بقى؟ يعني هو طلع واحد اقعد اربي فيه لوحده، واحد حطاه هنا مع دول. يعني بيقاوم ويكافح، والحاجات اللي بتترمي دي بتعرف تكافح غير الحاجات المدلعه. فربنا يكرمه كده ويكمل. فهو الوحداني يعني، غير الكتاكيت التانية اللي انا جايباها مع الرومي اصلا، هي من نفس عمر الرومي دلوقتي 15 يوم. كانت نوعها فراخ بلدي حر. انا جبتها مع الرومي عشان خاطر تدفيه في البداية، وعشان كمان تعلمه الاكل، لان هي ما شاء الله اكلها كويس، الرومي اكله ضعيف. فالفراخ البلدي هتعلم الرومي الاكل. لكن ما تحطيش معاه ولا فراخ بيضة ولا فراخ ساسو خالص، لان الفراخ البيضة والفراخ الساسو مناعتهم منيلة بنيلة، كلهم امراض. هيملوا لك الرومي امراض، والرومي مش هيستحمل لانه مناعته اقل منهم، اقل من الابيض ومن الساسو، فهيفرفر معاكي بسرعه. فبلاش تحطي معاه ابيض ولا ساسو، حطي معاه بلدي. وكمان ولا رزي ولا هجين، هي بلدي حر او بلدي هجين او فيومي. دول الثلاث انواع اللي تقدري تحطيهم مع الرومي، فراخ بلدي يعني. غير كده ما انصحكيش ابدا، ولا حتى بط، لان البط هيبهدل الرومي. الرومي بتاعنا استقبلناه من اول يوم، ما حطيناش له تحصينات ولا تعبنا نفسنا معاه في اي حاجه خالص، بطريقه بسيطه وسهله، واستخدمنا حاجات جميله. اللي عايز الرابط يكتب لي في التعليقات ونحط لك الرابط. تربيه الرومي من اول يوم، النهارده عمر 15 يوم. تمام. هنعمل له بقى النهارده وصفه التسمين بتاعتنا، لكن بطريقة مختلفة تتناسب مع الرومي وتتناسب مع سنه ومع المرحلة اللي هو فيها، ومع اننا عايزين نعلي مناعته. لان هو السر الوحيد في الرومي ومشكلته عشان تكون تربيته ناجحة معاكي، انك ترفعي مناعته. كل حاجة ترفع مناعة الرومي هنعملها بأمر الله في كل مرحلة عمرية، بالظبط بالطريقة الصح فيها ان شاء الله. كلنا عارفين وصفة التسمين، واللي بيشوفنا لأول مرة، دي وصفة التسمين بنعملها، بنسمن بيها الطيور بتاعتنا، بديلة للعلف، بديل حقيقي للعلف. أنا كده أقدر أستغنى عن العلف؟ تقدري تستغني عن العلف، بس لو انت استغنيت عن العلف خالص خالص يعني هيبقى الوزن أقل شوية. لكن لو سبتي عملتي من نفس الطريقة اللي أنا هعمل بيها، هيبقى خدتي أعلى من اللي واكل علف صافي. يعني هتاخدي نتيجة أعلى من العلف صافي لو انت حطيتي أو استمريتي على نسبة علف بسيطة. انا فراخ اللي هي الرز اللي كنت مربيها معاكم، فرحت بيها انها ما كلتش العلف صافي، فاتأثرت شويه في الاوزان. انا حطيت ايه في الحله؟ حطيت معلقتين زيت مستعمل عشان لسه شفنا لاول مره. زيت مستعمل ما انتش عايزاه. حطيت 3 4 معالق من الرز، قلبتهم كويس قوي. بعد كده حطيت عليهم حوالي كيلو ونص او حسب الكميه اللي انت عايزاها من الدشيشه. الدشيشه ديت اللي هي الذره الصفراء المجروشه ناعم، عشان حبايبي الغاليين من الجزائر اللي بيسمعونا ومن الدول العربية كلها، بس الجزائر اكتر. وفي العراق برضو ناس برضو حبايبنا بيسمعونا، وناس كتيرة قوي من كل الدول العربية ومن سوريا. المهم هنقلب بقى كده، وبعد كده هنضيف كأننا بتطبخي رز بالظبط. حطيت انا شوية رز فوق كده على الوش عشان يفضل موجود في كل الطبقات، يعني عشان انا مش عارفة اقلب حلو من الحلة انها صغيرة.
فحطيت بقى احط ميه تغطي الرز كأنك بتطبخي رز بالظبط. هغطي الرز واسيبه كده على نار عاليه لحد لما يشرب الميه بتاعته. بعد كده اهدي عليه النار خالص خالص شمعه، واسيبه لمده ساعه ساعه ونص لحد لما يستوي. طبعا ما شاء الله حجمه بيتضاعف. وهي دي وصفه التسمين اللي احنا معتمدينها وبنعملها للكتاكيت البلدي بتاعتنا من عمر 15 يوم لحد عمر الذبح. بعملها يعني لو انت عملت حله زي ديت ممكن تكفيكي اسبوع، كل يوم تحطي منها شويه. ادي يا ستي خدت شويه هم اللي نبوا الرومي، يعني الحله دي كلها ما نبش الرومي غير حبه الصغننين دول. ما شاء الله الحله دي بتكفي. ليه بقى؟ لان الاكله دي بتشبع. وانا اصلا كده كده عامله الرومي الوجبه بتاعته اللي هو متعود عليها، اللي هي ايه؟ معلقتين رز بحطهم في ميه مغليه، وبحط معاهم بطاطستين وايه وبضايه. طبعا انا بشيل الرز والبطاطس. البيضه بغليها لوحدها عشان تستوي، لان ممكن انا ما بسيبوش يغلي كتير. يعني الرز والبطاطس بياخد وقت قليل قوي، والبضايه برضو يعني هو كله بياخد 15 دقيقه. بعد كده بنزل عليها بالمكون اللي انا كلمتكم عنه قبل كده، اللي هو كسر الفول الناعم. ده بروتين عالي جدا جدا، يعني فعلا كده الوجبه الله اكبر، تعويض كامل للرومي. حطيت كسر فول، حطيت شيشه، حطيت رز، حطيت ايه تاني؟ كنت حاطه ايه دلوقتي؟ هي وصفه التسمين دي، وحطينا عليها الرز اللي احنا سالقينه، ولسه بقى احط عليها بقيه المكونات. الله اكبر عليها بجد، جميله جدا. ده ايه بقى معانا؟ حطيت تاني شويه من كسر الفول عشان لقيته لسه، يعني عايزاه يبقى ناشف. انا عايزه الاكل بتاع الرومي يبقى ناشف خالص عشان ما يعجنش معاهم. وطبعا البضايه، انا بحط البيضه كل يومين، مش كل يوم، كل يومين بحط بضايه. عايزه تحطي كل يوم برضو انت وراحتك، مش مشكله. بس انا عشان تعرفي ان البيض ده يعني مش اساسي قوي، بس هو مهم، يعني مهم جدا. فلو انت ظروفك مش هتسمح لك غير كل يومين حطيه، ولو كل يومين بضايه. بعد كده ممكن هستمر مع البيض دوت لحد عمر شهر، او تقفي لحد هنا لحد عمر 15 يوم وكفايه على كده، حسب امكانياتك برضو. ودي البطاطس اللي سلقناها 15 دقيقه بس، يعني كله حطيته سبته لحد ما اخد 15 دقيقه، اللي هي تسويه البيضه، اللي هي ميه مغليه حطينا فيها معلقتين 3 رز، حطينا فيها حبيتين بطاطس وبضايه، وبسيبهم 15 دقيقه وبعد كده اطفي عليهم. بتكون البطاطس بتكون نص تسويه، الرز بيكون نص تسويه، البضايه بتكون يا دوبك ايه متستويه كويس، يعني يا دوبك مسكت نفسها كده، اقدر ان انا ابشرها هي كمان. الرومي بقى ما شاء الله بيعشق حاجه اسمها بطاطس، بيحبها بجنان. احنا لحد دلوقتي بنستخدمها له مسلوقه، لكن بعد كده هنبدا نستخدمها له نيه ان شاء الله. بس يعني ايه شويه كده، يومين كمان وابدا احطها له نيه، او يعني من بكره ممكن احطها له نيه. بعد كده بقى نحط ايه؟ انا بنشفه، يعني اللي انا بحطه دوت كسر الفول عشان انشف. طب ما عندكيش كسر الفول او كسر الفول غالي، ممكن تجيبي دقيق ذره. عندك دقيق ذره اعملي بيه ممتاز، عماله اسال عليه مش لاقياه. وبعد كده بقى الاساسي اللي بيخلي الرومي بتاعتك، دورة الرومي تنجح، هي البصل والثوم. وبالذات البصل، عايزة الرومي ما يمجيش لي امراض ويفضل ماشي في وشه يومه ب10. البصل عليكي وعلى البصل كل يوم. تطلع لي واحدة فصيحة واذكى اخواتها وتقول لي البصل غالي، اقول لها البصل هيرخص يا قطة، اصبري وما تجيبيش البصل غالي دلوقتي، هاتي على قد احتياجك وان شاء الله البصل هيرخص. كان ب15 ونزل دلوقتي بقى ب10، ولسه هينزل لحد 4 أو 5 جنيه إن شاء الله. ولو انت هتشتري كمية، وأفضل وأنصحك قوي ان انت تشتري كمية اللي تكفيكي السنة، هتلاقي سعره ب6 جنيه. فاشتري وخزني، بس ما تشتروش الا لما يكون ب6. ما حد قالك اغلى من كده اصبري شوية. انا موصية عليه هنا. وان شاء الله هجيب زي السنة اللي فاتت، وانا كنت جايباه السنة اللي فاتت. جبت كمية، يعني جبت امطار 60 كيلو على سعر 2.5. وبعدين لقيت امطار تاني حد عرضه للبيع، كان لقطة كان على سعر 1.5 جنيه. هو اللي انا بعمل منه لحد دلوقتي. وكان في نيتي من السنة اللي فاتت ان انا اجيب رومي، بس زي سبحان الله زي ما انتم عارفين كل شيء باوان. ما جبتش السنة اللي فاتت لان قالوا لي في ميكوبلازما خطيرة، وفعلا كانت موجودة جدا وناس كتيرة كانت بتشتكي منها. قلت حرام بقى، انا مش ناقصني ميكوبلازما اخرى تيجي تشبط فيا وفي طيوري، بلاش. صبرت لحد لما جه الصيف وقالوا لي بقى عايزه تستخدمي او تربي الرومي من غير ميكوبلازما، عليك وعلى البصل.
بصل 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 للرومي كل يوم. فزي ما انتم شايفين كده حطينا بقى البصل، وهناخد الاكل ده كمية ما شاء الله كبيرة تكفيهم طول اليوم. وممكن لو عندك كتاكيت تانية مثلا تأكلي منها. كل ما يجوعوا بحط حبة علشان ما يبهدلهوش وعشان ما يعفنش تحت رجليهم. تمام كده. عظمة. وجبة في منتهى الروعة. لا تقولي علف ولا تقولي كلام فارغ. النهاردة بقى كمان عايزة اقولك على حاجة جميلة قوي هتزود وزن الفراخ الرومي معاكي، وهي معلقة كده من الخميرة الفورية. الكيس ده هقسمه على يومين، كل يوم هحط منه حبة. جميلة قوي قوي الخميرة.